السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بأتم صحة وأحسن حال. جاي لكم النهارده فيديو جديد، فيديو مشوق. تابعوا معايا لآخر الفيديو عشان تعرفوا أنا عملت إيه. يا ريت لو أنت ما انتش مشتركة معايا في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تحطي لي اللايك وكومنت القمر بتاعك وتنوريني طبعا وتبقي أخت من إخواتي. بحبكم جدا. زي ما انتوا شايفين أنا بعد ما عملت الغدا بخلص كده المواعين معاكم، لأن انتوا عارفين إن المواعين مفيش منها مفر نهائي. مواعين يعني مطبخ، فقلت كده ايه اتشجع واعمل معاكم المواعين بتاعتي. وفي حاجات كتيره قوي هتتابعوها معايا في الفيديو. طبعا خليكي معايا وتابعي معايا الفيديو بتاعي وما تجريش. وانت بتتفرجي عليا ما تنسيش تحطي لي اللايك، اهم حاجه اللايك، وتشتركي في القناه لو انت اول مره تشوفيني، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا انا يعني متشوقه جدا ان انا انزل الفيديو دوت، بس والله يعني بيبقى فيه غصب عني ان انا يعني بتاخر عليكم في الفيديوهات، لان انا امبارح كنت معزومه في فرح وكنت مسافره، فمعرفتش خالص ان انا انزل لكم الفيديو. انا الفيديو ده انا مصوراه من اول امبارح، فمعرفتش خالص ان انا انزله امبارح لان كان عندي فرح زي ما انا قلت لكم، فمعرفتش خالص حتى يعني انا بسجل لكم الصوت. وبرضو يعني انا مش عارفه هو الفيديو هينزل امتى، لان برضو ممكن يحصل تاخير بسبب النت وكده، بس ان شاء الله الفيديو ينزل لكم في اقرب وقت، لان انا حابه اشوف رايكم في الفيديو واشوف تفاعلكم معاه. وبجد انا بشكركم من قلبي ان انتوا وصلتوني ل 200 مشترك زي ما انا طلبت منكم. وكمان معديه ال 200 مشترك. ان شاء الله نعدي مع بعض لأكتر من كده بكتير، ونبقى أكبر عيلة، وتبقوا أخوات من أخواتي، وتنوروني طبعا. وبشكر جدا أي حد دخل القناة عندي جديد وكتب لي في الكومنتات، أنا بشكركم جدا بجد. وبجد انتوا بتفرحوني بالتعليقات بتاعتكم والكومنتات. بس أنا اللايكات عندي بتبقى ضعيفة جدا، فمش عارفة ليه. يعني انتوا بتتفرجوا يعني في الفيديو واللايكات ما بتبقاش زي عدد الاشتراكات، زي عدد المشاهدات، معلش. يعني مش هتخسروا حاجه، يعني حطوا لي لايك وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. يعني انا بحب ان انا يعني افكركم كل شويه عشان ما تنسوش، وبرضو بتلاقى نسبه اللايكات قليله جدا، فشجعيني كده وحفزيني علشان ابقى متواجده معاكم على طول وانزل لكم فيديو وتحفزوني كده وتشجعوني، وان انا كل شويه كده انزل لكم بفيديو جديد. زي ما انتم شايفين انا بدات ان انا يعني ادعك كده المواعين واطلع كده من الحوض، لان الحوض زي ما انتم شفتوا كان متراكم فيه مواعين كتير. انا قلت كده اخلص كده المواعين واحطها على جنب واخلص كده علشان احط كل حاجه في مكانها. النهارده بقى هتتابعوا معايا حاجات محفزه جدا وهتنشطك كده، وهتقومي تخلصي اللي وراكي. لو انت طبعا بتتفرجي عليا وسايبه اي حاجه وراكي، حطي كده الموبايل قدامك واعملي وتشجعي كده وتحفزي. على فكره انا كنت بعمل كده في الاول قبل ما افتح القناه، وده يمكن ده الحاجه الوحيده اللي شجعتني وحفزتني ان انا افتح القناه، وان انا اشارك معاكم اي حاجه انا بنزلها واي حاجه انا بعملها، لان دي حاجه بتبسطني وبتشجعني وبتحفزني ان انا حتى لو انا كسلت عن ان انا اقوم اعمل حاجه في البيت، فبتفرج كده على الفيديوهات بتاعتي او فيديوهات تانية لاي روتين تاني غيري ده. اي حاجه بتحفزني وبتشجعني، وده اللي خلاني ان انا اتنشط كده واتشجع وافتح معاكم القناه. اي حد وراه اي حاجه كده قومي واعمليها وانت كده بتتفرجي عليا، وما تخليش حاجه تتراكم عليكي، واول باول كده نضفي اللي وراكي علشان ما فيش حاجه تبقى حواليكي كده ما هياش نظيفه، واول حاجه تتراكم عليكي، وبعد كده ان انت تكوني هلكانه او تعبانه ان انت تقومي تعمليها من المنظر بعد ما تتراكم عليكي. زي ما انتم شايفين انا خلصت الجزء الاولاني ودخلت بقى على الجزء التاني اللي انا الحله اللي انا حطيتها جنب بعض دي المواعين اللي اتراكمت عليا.
فانا قلت كده اما اخلص حاجه حاجه علشان اخف كده من اللي حواليا شويه. انا نسيت خالص المعالق اللي جنبي ديت، وعماله يعني اخد من الحلل اللي على الرخامه، وسايبه خالص المعالق اللي جنبي ديت على الرخامه الجنب التاني. فقلت كده لما خدت بالي منها واخدتها كده معايا وحطيتها كده في بقيه المواعين اللي انا دعكتها علشان اغسلهم كده مره واحده واحط كل حاجه في اماكنها. يا ريت لو انت تابعت معايا الفيديو لغايه دلوقتي ما حطيتليش اللايك، حطي لي اللايك. ويونس بيقول لك اهو حطي لماما اللايك، حطي لي اللايك. ولو انت اول مره تشوفيني اشتركوا في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتنوريني طبعا وتبقي اخت من اخواتي، وتقولي لي طبعا انت يعني بتتفرجي عليا من انهي بلد، واتشرف بمعرفتك طبعا، وتنوريني في القناه وتزيدي العيله بتاعتنا. بجد انا بحبكم جدا. زي ما انتم شايفين ده بيتهيألي ده اخر حاجة في المواعين. هبدأ بقى كده ان انا يعني ادعك كده الرخامة كويس. احلى حاجة كده لما انتي بتدخلي مكان كده وبيبقى فيه مواعين، او مثلا الانتريه عندك متبهدل او كده، بتحسي في الاخر بعد ما تخلصي براحة نفسية كده، وبيبقى فيه ريحة التنظيف كده في قلب البيت. بجد دي بتبقى راحة نفسية جدا لما تحسي ان انتي انجزتي حاجة من حواليكي، او خلصتي حاجة وراكي، او حتى لو هتبدأي جزء جزء. لو مثلا هتعملي حاجة هتنضفي مثلا النهارده المطبخ، بعد كده هتنضفي الانتريه، او مثلا لو انت عايزه تعملي الاتنين مع بعض، هتحسي كده ان انت في حاجه بتتراكم من عليكي هتخفيها، هتحسي ان البيت بيخف حاجه ورا حاجه. لما تخلصي خالص البيت هتحسي كده براحه نفسيه ان انت انجزتي حاجه وخلصتي حاجه، ما سبتيش كل حاجه كده تتكوم عليكي او تتراكم. حالتك النفسيه مش هتبقى كويسه، وكل مدى التراكم هيزيد، كل مدى التراكم هيزيد. فما تحاوليش ان انت تتراكمي عليكي اي حاجه. وطبعا زي ما انتوا عارفين ومتعودين معايا ان مفيش مفر من المواعين نهائي.
طالما في طبيخ واكل كل يوم يبقى هيبقى في مواعين. المطبخ مفهوش مفر نهائي. يعني مثلا لو انت هتنضفي الصاله النهارده ممكن ما تنضفيهاش بكره. لو عملتي الاوضه بتاعتك هتروقيها هتنضفيها وبعد كده تاني يوم هتروقيها مكان ما انت نمتي او حاجه، بس برضو مش كل يوم هتنضفيها. المطبخ كل يوم ده اكتر حاجه بتتنضف في البيت، هو المطبخ. لان المطبخ اكتر حاجه احنا بنستعملها في البيت كله، هو والحمام. هدعك بقى البوتاجاز لان انتوا شايفين طبعا المنظر كان متبهدل، فهدعكه كده كويس لان احنا كنا متعشيين كده شكال وكابوريا، فنزل كده في منهم على البوتاجاز، فدعكت كده البوتاجاز كله لان عشان امنع كده ريحه الزفاره اللي عليه واخليه كده زي الفل وبيلمع زي ما انتم متعودين معايا ان انا اصلا ما بخليش البوتاجاز بتاعي يتراكم عليه اي دهون او اي حاجه. فانا قلت بقى خلاص بعد بقى الغدا وكده اخلص بقى البوتاجاز بقى والمواعين كلها مره واحده، علشان انتوا طبعا عارفين ان انا معايا اطفال، مش معايا طفل ولا 2، لا دول 4. يعني ربنا يكون في عوني ويبارك لي في ولادي ويبارك لاخويا في ولاده يا رب. زي ما انتم شايفين البوتاجاز بيلمع، حرفيا بيلمع. يعني انا دي يعني اهم حاجة عندي ان انا اشوفه كده بيلمع، يبقى كده خلاص المطبخ نضف معايا. اهم حاجة عندي اللي هو البوتاجاز، طالما هو البوتاجاز بيلمع كده يبقى بعون الله المطبخ كله هيبقى بيلمع. هرجع بقى الحوامل زي ما كانت. هنا بقى كان السكر عندي خلص، فقلت كده املاه كده في قلب البرطمان بتاعه، وكمان انضف الصينيه ديت لان انا بقالي فتره ما نضفتهاش خالص، عماله كده بغسل الفناجين والحاجه بتاعه القهوه، وزي ما انتم شايفين الصينيه كانت متربه ومتبهدله ازاي، فهبدا بقى ان انا هغسلها كده وارجع كل حاجه فيها زي ما كانت. وكمان هدعك الفناجين، هي نظيفة وكل حاجة بس علشان انا بحطها عليها وهي كانت بالمنظر اللي انتوا شايفينه في الاول متطربة ومتبهدلة وكده، فقلت لا اسيب كل حاجة بقى على نظافة. طالما بدأت ان انا اشيل الجزء ده يبقى اخليه كله زي الفل. زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ان انا اغسلهم كده بالمية.
هرجع بقى كل حاجة زي ما كانت. طبعا انا يعني مسحت الجزئية اللي تحت الصينية ديت علشان برضو كانت مطربة ومتبهدلة، فانا طالما انا عملت حاجة ونضفتها يبقى اخليها كلها زي الفل. هبدأ بقى ان انا ارجع كل حاجة زي ما كانت. هجيب بقى شوية بريل وشوية مية وهدعك بقى البلاط بتاع الارض كده علشان اضيع منه اي ريحة زفارة او اي اتساخات برضو، لان كانت ريحة الكابوريا والشكال انتوا عارفين طبعا بتقلب ريحة البيت، فقلت كده اضيع كده ريحة الزفارة واي حاجة كده كانت واقعة او كانت متلزقة كده في الارض اضيعها كده. جبت المقشة وبدأت ان انا ادعك في الارض وورا البوتاجاز طبعا انا الحمام عندي على يعني مفهوش ولا بسطة ولا اي حاجة كده منه من الحمام منه للمطبخ، فانا خلصت كده ودعكت وعملت كل حاجة وبدأت ان انا احول على الحمام زي ما انتوا شايفين. هرجع بقى البوتاجاز زي ما كان وهبدأ بقى ان انا انشف كويس كده من المية، اودي كده كل حاجة على الحمام وهبدأ ان انا اجيب الموب بتاعتي علشان انشف كده المطرح لو فيه مية او اي حاجة انشفها كده بالموب. وهنا كنت خلصت بقى الحمام زي ما انتوا شايفين كده علشان برضو كانت بهدل معايا من مكان المطبخ وكده، لان انا كنت بحول المية اللي كانت في المطبخ في قلب الحمام فدعكته كده وخلصته وده كان المنظر بتاع المطبخ برضو كان خلصته وكده. دخلت بقى على الأوضة لان زي ما انتوا شايفين انا كنت بقالي فترة يعني بقالي يومين 3 كده ما عملتش الأوضة خالص، وزي ما انتوا شايفين المنظر ما هواش يعني احسن حاجة. وكمان كنت بغسل الهدوم وباخدها كده من على الحبل وكنت بحطها كده على الكراسي اللي كانت عندي في الأوضة، فالهدوم اتراكمت عليا فقلت كده لا ما سيبهاش بقى توصل للمرحلة ديت، يعني المرحلة اوصل اكتر من كده بكتير. فاتشجعت كده وقلت اول حاجة اعملها ان انا اغير ملاية السرير. هبدأ بقى ان انا اظبطها من كل الاتجاهات علشان بقى افرشها كويس واظبطها كويس على السرير واخلص من السرير هو اول حاجة، علشان انتوا عارفين ان طالما السرير اتروق معاكي يبقى انتي يعني انجزتي حاجة في الأوضة وبقية الأوضة هتخلص معاكي بأمر الله. هبدأ بقى ان انا احط المخدة في قلب الكسوة بتاعتها. هبدأ بقى ان انا اغير كسوة التكاوي. وهفرد البطانية كده يبقى انا خلاص كده خلصت من السرير خالص.
هبدأ بقى ان انا اجيب بقى الهدوم واحطها كده على السرير، واحاول ان انا اطبقها كده معاكم، وهفردها كمان في الدولاب، وهتشوفوا معايا الرص بتاع الدولاب بتاعي والتطبيق بتاع الهدوم، وان انا انجزت كده الاوضه وغيرت كده من شكلها الاول، لان المنظر كان صعب جدا، لان انا كنت على طول بعمل كده جوه في المطبخ زي ما انتوا شفتوا معايا ومتعودين في الفيديوهات اللي فاتت قبل كده. فكنت كده سايبه الاوضه يعني تراكمت كده عليا، بس يعني الحمد لله يعني ان انا قدرت ان انا اخلصها. طبعا زي ما انتوا شايفين المنظر، انا جبت كده الهدوم دي، كمية الهدوم اللي انا كنت عمالة بغسلها وبنشرها وبرجع تاني اغسل غيرها وانشرها واشيلها من على الحبل، كانت هدوم كتيرة جدا. بس انا الحمد لله يعني ان انا قدرت ان انا اخلص يعني المنظر دوت. بدأت كده ان انا اطبق كل حاجة، يعني هدوم ابني يونس لوحدها، يوسف لوحدها، ولاد اخويا لوحدهم، هدومنا لوحدها. طبعا انا بدأت اسرع في الفيديو لان هو اخد مني فترة طويلة جدا، علشان برضو ما طولش عليكم الفيديو اكتر من كده. زي ما انتم شايفين انا بحط الفوط لوحدها والملايات لوحدها، والحاجة بتاعت كل واحد لوحده، علشان لما اجي ارصهم كده في الدولاب اعرف انا بعمل ايه وبطبق حاجة مين، وكل حاجة احطها كده في مكانها تاني. طبعا لو انت تابعتي معايا الفيديو لغايه دلوقتي، انا بفكرك اهو تحطي لي اللايك وتشتركي في القناه لو انت اول مره تشوفيني، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتنوريني طبعا وتبقي اختي من اخواتي. بحبكم جدا. وطبعا برضو لو انت وراكي حاجه ومكسله تعمليها، قومي كده تشجعي وتحفزي معايا واعملي اللي وراكي، علشان ما فيش اي حاجه تتراكم معاكي. زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو ان انا حاجات كتير قوي ان انا سبتها وطنشتها وتراكمت عليا وتعبتني جدا، بس الحمد لله ان انا قدرت ان انا اخلص المنظر اللي انتوا شايفينه ده. معلش اعذروني، لان انتوا عارفين ان انا معايا 4 اطفال، فيعني بصراحه يعني الحمد لله ان انا مكمله، وان انا بقدر ان انا اعمل حاجه، وان انا اتشجع كده واتنشط واتحفز كده معاكم، وبحاول ان انا ما باخرش عليكم اي فيديو. يعني لما باخر عليكم بيبقى والله غصب عني، بيبقى مثلا سبب ان انا في حاجه عندي، او مثلا عندي سبب التحميل بيتاخر شويه، فاعذروني معلش. وانا عارفه ان انتوا هتعذروني لان انتوا بتحبوني من قلبكم وان انتوا اخواتي، فيعني دعوة كده لاختكم من قلبكم، ان انا ان شاء الله اعدي كده من المرحلة ديت. وبجد يعني لو انتي يعني لو اي واحدة بتتابعني معاكي كده اكتر من طفلين او اكتر من طفل، يعني بتعملي معاهم ايه علشان تنصحيني كده اعمل ايه مع الاطفال اللي عندي، علشان كده احاول ان انا ما يتراكمش عليا حاجات زي ما انتوا شايفين كده، لان انا بيبقى غصب عني، وانتوا عارفين لما بيبقى في اطفال في قلب البيت ايه اللي بيحصل فيه.
انا بدأت ان انا خلاص قربت ان انا اخلص كده التطبيق بتاع الهدوم، وان انا خفيت الجبل بتاع الهدوم اللي كان اللي انتوا كنتوا شايفينه دوت معايا. بدأت بقى ان انا اسيب المفارش كده في الاخر، علشان كده اخلصها كلها مرة واحدة، واحس كده ان انا انجزت كده من حواليا، والحاجات كده خلصت، الهدوم بتاعتنا وبتاعت ولادي وبتاعت ولاد اخويا. وطبعا الحاجات اللي عايزة تتعلق في قلب الدولاب حطيتها كده على جنب علشان احطها في قلب الشماعات. وبعدين قلت كده اتشجع واتنشط كده واتحفز، لان انا بقالي فتره كبيره جدا ما شاركتش معاكم ان انا تطبيق الهدوم والروتين دوت خالص، فقلت كده اتشجع كده معاكم، وما صدقت ان هو بقى فيه هدوم كده وحاجات كده عشان اتنشط كده واتشجع اكتر واخلص كده اللي ورايا وما اسيبش اي حاجه كده تتراكم. هنا بقى خلاص كنت قربت اخلص، زي ما انتم شايفين الهدوم ماليه كده السرير. هبدأ بقى ان انا ارصهم كده في الدولاب، وهحط كل حاجة كده في مكانها. وكمان هنا هودي الهدوم بتاعت اخواتي وولاده. زي ما انتوا شايفين ده بقى منظر الدولاب بتاعي بعد بقى ما اترص كده واتحطت فيه الهدوم بعد ما طبقتها. وهنا كنت خلاص بقى خلصت. وده بقى شكل النهائي للهدوم بتاع الاولاد عندي. هبدأ بقى ان انا انضف بقى الجزئية اللي هناك ديت، لان انا خلاص كده خلصت كده الهدوم وخلصت كده كل حاجة كانت متراكمة كده في الأوضة. هبدأ بقى ان انا اكنس كده واخلي الشكل النهائي يعني كويس. وكمان الكام يوم اللي عدوا دول كان في تراب كده وهوا وبعفرة جامدين جدا يعني. الحمد لله على كل حال. وبدأت بقى ان انا امسح كده بجلانس كويس المراية، لان المراية كانت متطربة ومتبهدلة. وكمان انا مسحت كمان السرير، بس لان كل حاجة كده كانت متبهدلة في قلب الأوضة، لان انتوا زي ما انتوا شايفين ان انا عندي بلكونه كبيره قوي في الاوضه عندي، فكان كل التراب والعفره كان داخل لي كده في الاوضه عندي. فحاولت كده ان انا امسح كده الازاز، لان كان متبهدل ومتعفر وكان فيه تراب كتير جدا. فانا حاولت كده ان انا اظبط الشكل كده النهائي بتاعه، ورجعت كل حاجه كده في مكانها. وده كان الشكل النهائي للاوضه. يا ريت لو انت تابعتي معايا لاخر الفيديو ما تنسنيش بالاشتراك واللايك والكومنت القمر بتاعك وتنوريني طبعا. بحبكم جدا. تصبحوا على الف خير.